بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في توتوريال جديد من كورس الأنسys Finite Element Analysis. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن المش Dependency وشرحناها بشكل نظري. تعال نشوف ازاي ممكن نحقق الكلام ده باستخدام برنامج الأنسys من خلال مثال بسيط نفهم بيه كيفية عمل conversion، بحيث في النهاية خالص إن نوصل إن الأناليسيس بتاعتي لا تعتمد على جودة المش، لأن احنا وصلنا لدرجة من التحسين أي تحسين بعدها هينتج عنه تغير في الحل. ممكن التغير ده نهمله لأنه هيكون تغير صغير جدا. فتعال نفتح الستاتيك ستراكشر، هنسيب الانجينيرنج جلاد زي ما هي ستراكشر ستيل، ونروح عند الجيومتري كليك يمين ونختار نيو ديزاين موديلر جيومتري. هيفتح معانا الديزاين موديلر. تعال نخلي الوحدات بتاعتنا مليمتر ونبدأ نرسم على الاكس واي بلان الريكتانجل. لوكات ونختار ريكتانجل، نروح للدايمنشن ونحدد الأبعاد. تعال ناخد البعدين دول بالمرة. هوريزونتال وناخد البعد ده. أنا الأبعاد عندي في الحالة دي البعد ده 20 ملم والبعد ده 15 ملم، عشان نقدر نحسب الآي. H1 20، H4 10، V2 15، والV3 7.5. كده رسمنا الكروس سيكشن بتاعي بشكل صحيح. وزي ما قلنا إن أنا هشتغل في الحالة دي solid element أو 3D element، فهروح أعمل مباشرة اكسترود بالمقدار اللي احنا محددينه. نعمل اكسترود، أبلاي، ونخلي مقداره 150 ملم اللي هو الطول الكلي. نعمل جنريت. هلاحظ ان البيم ظهر معايا بالابعاد المطلوبه. نعمل هايد للسكتش ونبدا ازاي نشوف هنطبق اللاين اللي هيقسم الكروس سكشن بتاع البيم. طيب ليه انا هطبق لاين هنا؟ ليه مثلا ما اروحش مباشره في الورك بنش واختار الجزئيه دي؟ لان انت لو رحت في الورك بنش من غير ما تحدد لاين هنا مش هتقدر تعمل له سيلكت اثناء عمليه المش او لما تيجي تعمل الفيكسد سبورت بتاعك. فلا بد تعمل فصل هنا او سبليت لاين بحيث تقدر تعمل له سيلكت لما تروح تعمل مش في المرحله اللي بعد دي. فبكل بساطه هنروح نفتح مستوى رسم على السطح ده ونرسم عليه اللاين، وبعد كده نعمل له فصل او سبليت. هنختار السطح ده ونروح نعمل عليه نيو بلان، وبعد ما نعمل بلان جديد عليه نفتح عليه سكتش، نعمل جنريت ونعمل نيو سكتش. يبقى انا بقى عندي سكتش في الحاله دي فين؟ على السطح ده. نعمل لوكات ونرسم لاين ونحدد الدايمنشن من هنا. تعال نخلي الدايمنشن، نعمل اندو، وتعال نخلي الدايمنشن فيرتيكال، نخليها 7.5 عشان تبقى في منتصف البي. بعد ما عملنا اللاين ده هروح اخلي اللاين يعمل سبليت للفيس ده من خلال تول، وتختار سبليت فيس او فيس سبليت، تختار السطح اللي هتعمل له سبليت وتعمل اوكي. وبعد كده تروح تختار اللاين، نفعل السكتش ونختار اللاين، نعمل ابلاي. بعد ما تعمل كده تعمل جنريت، اعمل هايد للسكتش. هتلاحظ ان السطح اتفصل عندك. يعني لو انت اخترت فيس واخترت ده هتلاحظ ان السطح ده بقى منفصل عن السطح ده. وبكده انا اكون جهزت السطح ده لما اروح اعمل باوندري كونديشن ان انا اقدر اختار الايدج دي. وده يبين لك اهميه ان انت تبدا تعد الموديل وانت في مرحله الجيومتري. وانت في الديزاين موديلر لابد تكون فاهم هتعمل ايه، لان اللي هتعمله في الديزاين موديلر هتبني عليه شغلك بعد كده. بنفس الكيفيه تعال نشتغل على السطح ده. نختار السطح ونروح نعمل نيو بلان، وبعد كده نعمل جنريت ونختاره ونعمل نيو سكتش، ونبدأ نرسم على السكتش ده. نعمل لوكات ونروح نرسم اللاين،
وبنفس الكيفية نخليه 15. مهم جدا تحدد الدايمنشن بتاعك شكله عامل ازاي في الحالة دي فيرتيكال، وفي المنتصف مقداره 7.5. ونروح من تولز نختار فيس سبليت، ونختار السطح ابلاي، ونختار السكتش بتاعنا، ونحدد السلكشن ايدج، نختار الحافة دي ونعمل ابلاي، ونقول له جنريت. اخفي السكتش. هتلاحظ برضو ان هو فصل لك السطح ده لسطحين منفصلين، بحيث تقدر تختار الحافة دي وتتجنب السنجولاريتي، بحيث ان الناتج معاك قريب بقدر الامكان من الاكزاكت سولوشن. طيب لو انا رحت ما عملتش الخطوة دي ورحت مباشرة اخترت الايدج دي او الايدج اللي فوق، هل مش هيديني نواتج او هيديني ايرور؟ لا مش هيديك ايرور، هيديك نواتج، بس هتكون نواتج بعيدة عن الاكزاكت سولوشن، وبالتالي ملهاش لازمة معاك وتبقى الحل بتاعك بلا جدوى. ومهم جدا تاخد بالك وتفهم المسألة ماشية ازاي وايه هي متطلبات المسألة. خلاص ده كل اللي محتاجينه من الديزاين موديلر. تعال نقفله ونروح نفتح الموديل، دبل كليك، هيفتح معانا الميكانيكال ورك بنش. هتلاحظ ان احنا لحد دلوقتي ما غيرناش بشكل كبير في اعدادات المش، لان احنا شغالين على تطبيقات بسيطة، فمش محتاج اعمل المش كنترولز العالية، لان ده سيمبل سبورت بين، فالبارت اللي هو مش معقد قوي. فطالما البارت مش معقد قوي، بامكانك تعتمد على المش كنترولز العادية او الجنرال سيتنج في المش. فتعال مباشرة كده نقول له جنريت مش. هتلاحظ ان المش اللي ناتج عندك يعني ممكن تعتبرها فيري كورس، مش يعني مش فاين. عندك الاليمنت طالع عندك حجمه يعني هو يونيفورم بس حجمه كبير نوعا ما. ولكن في الحالة بتاعتنا دي مش هنحتاج نعدل، لان لو انت عدلت تعديلات يعني في المش، كل اللي هيحصل عندك زيادة في وقت الحل مش اكتر. ونسبة الايرور اللي انت هتخفضها بزيادتك لعدد الاليمنتس ما تستحقش ان انت تغامر وتعمل كده، لان التطبيق بسيط. فانا اعتمد مباشرة على الجنرال مش دي اثناء عملية الحل. طيب تعالى كده نشوف بعض الاعدادات. تعال نشوف كده الاستاتيك ستراكشر مظبوط، ميكانيكال اي بي دي ال. طيب هتلاحظ ان انت عندك في الاوبشن الانفايرمنت تمبريتشر هو اشتغل بدرجة حرارة 22. عايز تغير درجة الحرارة اللي هتعمل فيها سيميوليشن براحتك، ولكن 22 مش هتأثر معانا قوي، لأن إحنا في الحالة دي شغالين static structure. فالإعدادات دي مش هتحتاج تعدل فيها، أنت مباشرة خش على الباوندري كونديشن بتاعتك، خش طبق الأحمال بتاعتك، لأن الإعدادات دي لا تعني لك شيء في الوقت الحالي. فتعال نروح نطبق الباوندري كونديشن. أول حاجة أقول له أنا عايز فورس. الفورس دي هتكون على السطح ده، وهيكون تعال نختار التايب بتاعها كومبوننت. الفرصة عندي هتكون في اتجاه الرأسي اللي هو اتجاه الواي، فبالتالي القوة في اتجاه الاكس بزيرو والزد بزيرو، ونخليها في اتجاه الواي بمقدار كام؟ 3000 بس بالسالب. هي كان مقدارها 3000 نيوتن لتحت، يعني 3000 نيوتن في اتجاه الواي السالب، اللي هي الواي السالب. ونعمل انتر. يبقى كده تم تطبيق القوة عندي. بعد ما طبقت القوة تعال نطبق الباوندر كونديشن ونركز، لأن دي الجزئية اللي احنا اهتمنا بها في الديزاين موديل. كليك يمين انزرت. زي ما احنا قلنا هيكون عندي حافة فيكسد سبورت وحافة همنع الحركة في محورين وخليها في محور واحد. ففي الحالة دي نختار، فتعالى نختار فيكسد سبورت، وفي الحالة دي نختار الإيدج ونعمل أبلاي. بعد كده نطبق ديسبيسمنت ونختار الإيدج أبلاي، فنخلي المحور زد هو المحور الفري. فده نخلي زيرو في اتجاه اكس زيرو، في اتجاه الواي زيرو، وفي اتجاه الزد فري. يبقى انا طبقت الفيكشن سبورت وطبقت الفورس وطبقت الديسبيسمنت.
تعال نقول له ايه اللي محتاجينه يظهر في الحل. كليك يمين انزرت، تعال نقول له دايركشنال ديفورميشن، وزي ما اتفقنا الديفورميشن هيكون في اتجاه الواي. لاحظ معايا ان الجزئيه دي مهمه جدا، ومهم جدا تفهمها، ان انت عندك الديفورميشن في اتجاه الواي، ولكن انت سايب الجزئيه دي، او سايب نقطه تثبيت دي حره في اتجاه الزد. حره في اتجاه الزد ليه؟ عشان الديفورميشن هيحصل عندك في الاتجاه، البيم هيتمدد في الاتجاه ده، البارتكلز بتاع البيم هتشد في الاتجاهات دي. فلما تشد في الاتجاهات دي البارتكلز بتاع البيم، بناء على ذلك الديفليكشن هيبقى لتحت. فلما انا جيت احط الديسبيسمنت، سمحت بقى في اتجاه الزد فقط، سمحت ان النودز او الجزئيه دي حركتها تكون في اتجاه الزد فقط. اما انت في محور او في بلان الاكس والواي، يعني انت شايف البلان الاكس والواي ده انت مانع في الحركه، يعني الجزئيه دي مش هتتحرك في اتجاه الاكس والواي، انما حركتها فقط هتكون في اتجاه الزد. فانا ثبت واحده من هنا بجميع الاتجاهات، وعشان الديفليكشن يحصل عندي في الاتجاه ده لابد يحصل عندي حركه في الاتجاه ده اللي هو اتجاه الزد، بحيث اتجنب السنجولاريتي. طيب بعد ما ضفنا الدايركشنال ديفورميشن، تعال نضيف الفون ميسز. تعالى كده نقول له سولف، ونشوف النواتج اللي هتطلع عندنا. ده الفون ميسز ستريسز طالع عندنا ب 75 ميجا باسكال تقريبا. طبعا انت بامكانك تتحكم بالوحدات من هنا، وهنلاحظ ان ال 75 ميجا باسكال تقريبا نفس القيمه اللي طالعه عندنا هنا. يعني الماكسيمم ستريس هنا 75 ميجا باسكال، الماكسيمم ستريس هنا 75 واحد من 10 ميجا باسكال. طبعا القيم قريبه جدا من بعض. تعالى كده نعمل زوم وهتلاحظ منطقيه الحل. هتلاحظ اول حاجه ان الاستريسز عند نقاط التثبيت بصفر، وده اللي طالع معانا فعلا. الاستريس عند الاكس بزيرو والاكس 150 اللي هي النقطه دي والنقطه دي بصفر. وهتلاحظ ان انت عندك في المنتصف هنا نيوترال بلين، النيوترال بلين ده تقريبا الاستريسز بصفر، اللي هو البلين ده. وده منطقي لان انت عندك في النقطه، عندك في السطح العلوي ده عندك كومبريشن، والسطح السفلي ده عندك تنشن. ولكن هتلاحظ ان الفون ميسز مثلا ما طلعتلكش سالب 75 وموجب 75. الفون ميسز عبرت لك عن الماكسيمم ستريسز والفاليوز اوف ستريسز ايا كان مكان وجودها. يعني هي بتقول لك ان الاستريس هنا قيمته كذا، بس ما بتقولكش هو كومبريشن ولا تنشن. ده اللي بتوضح الفون ميسز، قيمه مقدار للاستريس. هنلاحظ ان شكل الاستريس منطقي جدا. عندك دي قيم الماكسيمم في الاتجاهين، وعندك عند نقاط التثبيت بزيرو، وعندك النيوترال بلين تقريبا الاستريس عندك بزيرو. بنفس الكيفية تعال نشوف الدايركشن. يبقى احنا كده اتأكدنا من صحة الاستريسز، اتأكدت ان انا شغلي صح، اتأكدت ان لما انا ثبت من النقاط دي كان شغلي صح. تعال نشوف الدايركشنال انفورميشن. الماكسيمم ديفليكشن طلع عندك بكام؟ 0.12. هتلاحظ ان هو عاملها لك مينيموم هنا لان هي اشارتها سالب، ولكن هي اشارتها سالب هنا عشان هي في اتجاه الواي السالب. ولكن اللي يهمني هنا في الحالة دي مش الإشارة، يهمني هنا في الحالة دي الفاليو، تقريبا نفس القيمة اللي طالعة معانا. يعني الفرق بسيط جدا، ديفيشن بسيط جدا ممكن تتغافل عنه في المثال بتاعنا ده. دي النواتج اللي طلعناها. تعال نروح في السولوشن ونقول له الماكسيمم رافينمنت لوب، تعال نخليهم 3. المسألة بتاعتنا بسيطة، فمش هحتاج أكتر من 3 لوبس بحيث أقدر أقرب من الإيجكت سولوشن. طبعا ده هتعتمد على خبرتك شوية في الموديل اللي أنت شغال معاه. تعال نروح للإيكويفالنت ستريس ونبدأ نطبق عليه الكونفرجن. كليك يمين وانزرت ونختار كونفرجن، ونخلي الكونفرجن عندي 5%. يبقى انا هفضل اخد خطوات، اخد اتريشنز واكرر واحفظ الاتريشن دي واكرر. لما 2 اتريشنز عندك يكون نسبة الخطأ ما بينه 5%، اقول له لو سمحت اقف. تعالى بعد ما حددنا نسبة الخطأ تعالى نعمل سولف. هتلاحظ ان هو لما عمل كونفرجن الحل اتحول معاه من 75 و14% ل 75 و18%. ده كان الحل عند الستيب 1.
وده الحل عند ستيب 2. تعال نشوف المعلومات اللي البرنامج بنى عليه الحسابات دي. يعني ليه البرنامج عند أول iteration في الوضع العادي اداني الناتج ده، وليه في الحل التاني اداني الناتج ده؟ بناء على ايه؟ طبعا هو الحل ده أدق من الحل ده، أدق من ناحية عدد الإتريشنز اللي الأنسys عملها. لو جينا نزلنا تحت كده هلاحظ إن الإيكويفالنت ستريس كانت قيمته 75 و15% لما كان عدد الإليمنتس 120. عشان يديك الحل ده أو عشان يديك الريفاينمنت أو التحسين ده، زود الإتريشنز خلاها 2585، يعني ضاعف عدد الإتريشنز عدد مرات ضخم، يعني ما يقارب من 25 ضعف. فتاخد بالك التحسين بتاعك ده او الريفاينمنت في القيمه اللي طلعت، هل تستحق ان انت تغامر ان انت تزود عدد الاليمنتس والنودز للرقم ده؟ دي اجابه انت تحددها بناء على دقه الموديل اللي انت عايزه او على الداتا اللي انت عايز تخرجها من الموديل اللي عندك. يبقى نقطه الكونفرجنز دي مهمه جدا، بس مهم جدا تاخد بالك ان الكونفرجن ده بيحصل للحل اللي ناتج في الانسز، الحل النوميريكال. يعني القيمه دي هي حصل لها كونفرجن في الانسز، دقتها زادت في الانسز، ولكن لا تعبر عن الديفيشن عن الاكزاكت سولوشن. يعني عادي جدا ممكن تعمل كونفرجن تقلله، مثلا تخلي ال5% دي 1%، وتلاقيك بتبعد عن الاكزاكت سولوشن، لان انت في الحالة دي بتعبر عن التقارب ما بين خطوات الحل في الانسز. مش بالضرورة، مهمة جدا النقطة دي، مش بالضرورة تكون بتقرب من الاكزاكت سولوشن، هي مجرد تقريب من خطوات الحل. وده يبين لك أهمية إن أنت تكون على دراية بالأناليتيكال ميثودز اللي بنقوم بيها، بحيث تبقى فاهم حاجة زي دي البرنامج شغال إزاي. البرنامج عبارة عن مسألة وحلة، فمهم جدا تبدأ تحدد مسألتك دي، الناتج اللي طلع عندك ده لما تعمل كونفرجن هيحصل له إيه؟ هل مثلا هيقرب من الإكزاكت سولوشن، هيبعد، هيحصل له كونفيرج، دايفيرج؟ وتحدد مدى قابليتك لتحمل تكلفة زيادة الدقة دي. هل هتقدر تتحمل زيادة عدد الإليمنتس؟ طبعا هي المسألة بتاعتنا بسيطة، فالزيادة في عدد الإليمنتس ما فرقتش قوي في وقت الحل، ولكن في مسائل تانية هتفرق في وقت الحل جدا. هتلاحظ ان هو لما ازود عدد الاليمنتس اوتوماتيك البرنامج غير في ايه؟ غير في المش. يعني لو جينا شفنا الايكويفالنت ستريس، هتلاحظ ان شكل المش اتغير معانا بقى بالصورة دي بعد ما كان بالصورة دي. تلاحظ معايا ان شكل المش فرق خالص، عمل ريفاينمنت للمش، غير شكل الاليمنت وغير حجمه. بنفس الكيفية ممكن أعمل كونفرجن مرة واتنين وتلاتة لحد ما أوصل للنتيجة المرجوة، بحيث في النهاية خالص إن أوصل لمش اندبندنت سيستم لا يعتمد في دقة الناتج اللي عندي على خطوات تحسين المش، لأن هكون وصلت لدرجة من المش يمكن الاعتماد عليها في الحل. وزي ما لاحظنا إن البرنامج بيعمل ريفاينمنت بشكل مناسب لحد ما يوصل للنتيجة المرجوة. أتمنى يكون الفيديو مفيد، وأتمنى لكم التوفيق، وشكرا.